نصف الضحية ريهام نصر الدين الشاذلي، احتسبتها عند الله شهيدة وطلب القصاص. أنا مش هتنازل عن حق بنتي، هي احتسبتها عند الله شهيدة، وحماتها هي المحرضة الأولى لابنها. يا رب أنا طلب القصاص، حسبي الله ونعم الوكيل بحق بنتي. أنا رايحة لها بقول لها إيه اللي عمل فيا كده؟ كان عندي قبلها ما فيش بنص ساعة. بقول لها إيه اللي عمل فيك كده؟ قالت لي إيه طاهر. أنا قاعدة أفرط بسلة، جاب جركن طينة ركب عليا ولع فيا. طب سببه إيه؟ قالت ما أعرفش. فأنا شفت بنتي لا حول ولا ولا قوة، أنا طالبة القصاص، مفيش عزاء قبل القصاص. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني كلمينا عن علاقة إيه اللي حصل؟ كلمينا عن تفاصيل الواقعة المأساوية. الفرقة الثانية بكلية الدراسات الإسلامية، كلميني إيه اللي حصل لريهام وإزاي ماتت محروقة على إيد شقيق زوجها؟ بنتي محروقة على إيد شقيق زوجها بجركن طينة، وقالت لي يا ماما طاهر مولع فيا وأنا مش عارفة أعمل إيه. طب أنا دلوقتي هل بنتها دي ذنبها إيه؟ بنتي ذنبها إيه؟ تركت بنت عندها سنة ونص، راح النهاردة تاخد حكم سنة ونص. طب أنا دلوقتي بنتي ذنبها إيه في ده كله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. أنا طالبة حق بنتي من سلفها وحماتها. أنا دلوقتي مش عارفة. إيه اللي حصل لريهام؟ احكي لي تفاصيل الواقعة. بنتي كانت عندي هنا يوم الأحد، وأنا كنت بسيوق بقضي طلبات للبيت. لقيت أختها بتقول لي ريهام هنا، قلت لها حاضر ما تخليش تمشي أنا هاجيلها. أنا ما قضيت طلبة بسرعة وجيت قالت يا ماما ده مشت. قلت لها في مشت ليه؟ قالت لي ده مشت يا ماما عشان جوزها ما يساعدش معاها. مسات ما وصلت هنا عملت الغدا واتصل عليها تعالي نام عشان نتغدوا، ما كملتش الغدا حتى. لقيتها بتقول لي الجيران بيقولوا لي هناك في ريحه الحاجه بنتك مولعه. طب انا دلوقتي هل بنتي ذنبها ايه؟ هذا الوقت انا اعمل ايه دلوقتي في بنتها دي؟ مين ياخد لي حق بنتها وبنتي؟ ولع فيها ازاي؟ طاهر المتهم ولع في ريهام ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا دلوقتي طالبه القصاص، مفيش عزل. بنتي قال ما اخد حق قالت لك ايه عن اللي عملته اللي دار واللي حصل؟ ما عملتش حاجه. بنتي قاعده بتقول يا ماما هبد رجليه بباب الشقه وجاب يمكن طلع وكب عليا ومولع فيها بالولاعه. وحماء وامه طلعت تقول له بلاش يا ابني يا ابني ما خلاص يا ابني خلاص، وهي واقفه قصاده وهي مولع فيه. راحت عليها بعد ما ولع فيها لسه بدا النار فيها تشتعل. راحت عليها يا الحقيني الحقيني، جت زجاها بعنف على بقيه النار. يا بنتي ليه النار ليه مش لاقي حد يطفيها. لما طلعت على السطح مش لاقي حد يطفيها، ونزلت بنتها قاعده جت واخداها على دراعها مش لاقي حد يطفيها. يعني حماتها زقتها؟ ايوه زقتها عمدا. زجاها عمدا وما رضتش تطفيها. لا ما تقولي طفيتهاش. كان في بطاطين كانت ممكن كان في بطانيه بطاطين على الخزين في ريحها. دلوقتي هل انت دلوقتي هتخسي ما تطفي بنتي؟ هي سبب المشكله اصلا. ايه سبب المشاكل؟ علاقتهم في الاول كانت عامله ازاي وايه ايه السبب؟ طيب اللي حصل؟ سبب اهلي مع بعض. ايه سبب المشاكل يعني؟ سبب المشاكل اخوات مع بعضها وفلوس ومشاكل. وبنتي موصلها 71,000 جنيه. مديها 71,000 جنيه موصلهم مساعده لسلفان اللي ولع فيه. عرفنا اللي هم كانوا بيساعدوه تقريبا في جهازه او جوازه لا. او حاجه زي كده. جوز بيساعدوا سلفها. بيساعد سلفها. ايوه بيساعدوا المتهم. يعني ادت له الفلوس وكان ايوه في الاخر يعني كان الخلاف بسبب الغيره ان مشاكل يعني فلوس ما تعرفش بقى هم ايه هناك. طب كلمنا عن يوم الواقعه ايه اللي حصل؟ ما بقول لحضرتك هم دخلوا ايه اللي ودى بنتك كانت عايشه بنت مروحه روح بيتها شقتها. رفست بالرجل ورفس الباب وقال لها روحي من هنا. قالت له لا اما جوزي يقول لي روحي هروح. انت مالكش حكم علي. فقالت له حمايه قال لي روح هروح. فجوزي قال لها انت مش مروحه؟ قال لها ولع في الشقه دي. قالت له ولع فيها شقتك شقه اخوك. جاب جركن طلع من الشقه اللي قصده كان مكان محضره كب عليها وجي مولع فيها بالولاعه. يعني كنا سمعنا برضو اللي حماتها كانت بتمنعها انها تروح دراستها او تروح الكليه. ايوه كانت بتمنعها. هنجيب لك منين؟
هنجيبك منين؟ كنتوا متفقين مع كنتوا متفقين مع وراجعوا في زوجها وراجعوا في يعني هي تكمل الاتفاق. تعليمها. ايوه، ما رضوش خليها تكمل تعليم. بنتها جوزها ما رضوش يخليها تكمل تعليم. مع انه كان متفق معاكم؟ هو قال هي تكمل، جا لما خلفت البنت قال لها ما فيش دراسه دلوقتي، امم كملي دراستك يا ريهام. قالت يا ماما سعيد مش راضي. الخلافات كانت قد ايه يعني؟ فتره الخلافات هي طول عمرها في اختلافات. كانت هي يعني متجوزه بقالها سنه ده متجوزه ده، لا ده ما كانتش كملت 5 6 شهور. كمان، ايوه. وابتدت الخلافات ايوه، بايه بقى؟ بمشاكل بينهم وبين بعض كده يعني. مم. يعني كلمينا يا ست كل. يعني طبعا ريهام قعدت حوالي 20 يوم في قلب العناية المركزة. قالت لك ايه في الفتره دي؟ كنت بتتكلمي معاها بتدخلي ايوه لها؟ بتكلم معاها كانت بتقول لك ايه؟ بعمل لها كل اللي هي عايزاه. كانت بتقول لك ايه يا ماما؟ تقول حسبي الله ونعم الوكيل، مش هسيب حق. تقول يا ماما مش هسيب حق. قعدتوا 3 ايام عشان تدفنوا ريهام. ايوه. يعني بعد ما انت تلقيتي خبر الوفاة كده لغاية ما دفنتوه. قعدنا في الشارع، قعدنا في الشارع قدام المستشفى، مش عارفين، مستنظرين نطلعوا شهادة الوفاة. لغايه ما احد النواب اتدخل وساعدكم. أيوة. نائب سنة حبيب على ما اظن. ايوه، واهل البلد وعيال عمها واخواتها وكلها كانت بتدخله، كله كان بيجري من لمته. يعني العيلة كلها كانت قاعدة 3 ايام مستنية اللي انتم تدفنوا ايوه كانوا قاعدين في الشارع. قلت لها ايه وقت الدفن؟ انا شهدت على بنتي ماتت شهيد، اكتسبتها عند الله شهيد. بنتها طيب معاكي دلوقتي؟ ايوه معايا، بعتها لك تاخد حقنة السنة ونص. بتقول لك بتسالك على والدتها؟ ده ما بتتكلمش، بابا بس وماما بس، مش غير كده. ريهام كانت بتيجي تفضفض معاك عن مشاكلها وعلاقة أيوة. المتهم أيوة. بيها. كلميني عن الكلام كانت بتقول ده. لك ايه؟ كانت بتقول لك ايه؟ بتقول يا ماما مش مرتاحة ولا عيش، بيت ابوك مفتوح لك ضيف، عيش يا بنت. ما تجيش ما تجيليش تعبانة، ما تجيلي تعبانة هزعلك، زعلانة لا، بيت جوزك ولا بيك، بيت ابوك يجيلك ضيف. كنتوا رافضين الجواز؟ ايوه كنا رافضين جوزها من الاول، لما جينا بنتنا متمسكة بيه دي ابوها ولا. هي اللي كانت متمسكة بيه. ايوه قلت انا عايزاه ماما. على الرغم ان في اختلاف في المؤهل، يعني هو مؤهل متوسط، هي بكالوريوس دراسات. انا دلوقتي عايزة حق بنتي، انا طالبة القصاص، وحسبي الله ونعم الوكيل. موقف حسبي الله ونعم جوزها الوكيل. موقف جوزها من انا ما اعرفش أسرته. موقف ما اعرفش والله. جالكوا ما هنا؟ اعرفش. ايوه كان هنا الباب. كان معاكم في المستشفى؟ ايوه كان معانا. كلمته ريهام ايوه كلمت كانت جوزها قالت بتكلمه. له ايه؟ قالت له ايه؟ وهي في عادي المستشفى عادي يعني خالص. فترة ال20 يوم اللي كانت في العناية ايوه المركزة. هو كان بيجي يطلع مثلا 5 دقايق 10 دقايق وينزل، وانا اللي قاعده بقى 24 ساعه. كانت بتقول له ايه يعني؟ بنتي ما ارتاحتش، بنتي ما ارتاحتش 23 يوم، بنتي ما ارتاحتش، ما فيش راحه، ما فيش نوم، ما فيش اكل، ما فيش شرب، كله عندها الم في الم، وربنا يكفينا شر الوجع يا رب. الفترة دي كانت صعبة عليك؟ ايوه طبعا، بنتك وضناك قدامك، هذا الوقت حد يستحمل كده؟ ريهام وصتك على بنتها؟ ايوه طبعا. قالت لك ايه؟ بتقول لي بنتي يا منى، جودي يا ماما امانه في رقبتك. اسمها جودي بنتها؟ ايوه جودي يا ماما امانه في رقبتك. كانت متعلقة بيها قوي. ايوه طبعا. شايفه في جودي ريهام التانية؟ الحمد لله، ربنا يعودنا فيها. ربنا يرحمها. الحمد لله. ايه طلبات؟ طلبات، عايزه القصاص، انا عايزه القصاص، عايزه حق بنتي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا دلوقتي عايزه حق بنتي، انا مش عايزه غير حق بنتي. كنتيش مستوعبه خبر وفاتها اول ما قالوا؟ لا طبعا، لا صدقتيش؟ كنت مفكره ان هي هتخف وتبقى كويسه؟ انا كنت حاسه ان هي هتخف، انا كنت متوقعه ان بنتي هتخف. كان عندك امل في ربنا؟ ايوه نعم بالله، كان عندي امل بنتي تخف، ما كنتش متوقعه انها تموت، انا كنت متوقعه ان بنتي هتعيش، لان ما كنتش متوقعه ان بنتي وكبرت تعمل كده، تعمل فيها كده موتة بشعة. تموت ازاي محروقة؟ في حد يموت محروق؟ ريهام لما جلى عليها جيركن التنر وولع فيها جريت في الشارع، حاولت تطفي نفسها ما عرفتش تطفي نفسها، وكانت شايله احكيلي عن بنتها، الكلام ده. كانت شايله بنتها على ايديها اليمين. صحيح ان هم خدوا بنتها منها؟ لا ما حماها خدها، خد بنتها منها عشان هو ابنه هي ولع حدفت فيه. حماها كان واقف في الشارع، فحدفت بنتها وهي نازله تاني دور، هي حماها شقطها، حماها اللي شقطها، مش لاقي حد يضفيها. بنتي راحت لقت جارها بيسقي شويه زرع كده، طينه، لا مؤاخذه، طينه، ميه بطينه، جت حادفه نفسها فيه بعد ما النار كلت فيه. طب محدش حاول يطفيها خالص؟ لا كانوا واقفين يتفرجوا جيرانها وقرايبها. ليه؟
المفروض يتفرجوا عليه. بنت الناس، بنت الأصل الطيب، يعني طالبة جامعية، الله يرحمه. عروسة، ليه الله يعمل فيها يرحمه. كده؟ ليه الله يرحمه الغل ويسامحه. يعمل فيها كده؟ الله يرحمه ويسامحه. طب بعد الدفن جالكوا جوزها هنا طيب؟ ايوه جه هنا. موقفه من أخوه إيه؟ ما اعرفش والله. قال لكم ايه؟ ما ما بيتكلمش جاش. خالص؟ لا ما فيش ذكر. حماتها فين دلوقتي؟ مش عارفه. ما حاولتش تتواصل معاكم، لا 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 توضح وجهة نظرها؟ لا لا ده جبانه. بس كان هي المحرضه الاولى. محرضة على ريهام. محرضه جات لي بنتي. محرضه على جات لي بنتي. حماتها محرضه على قتل بنتي هي وابنها. انا طالبه القصاص منهم الاثنين. وحسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم حرضته الوكيل. ازاي يعني؟ ايه اللي حصل؟ ايوه بالكلام بالمشاجره. كانت بتحرضهم إزاي؟ ايوه مرات اخوك عملت كذا، مرات اخوك خلت، مرات اخوك عملت كذا، مرات اخوك يعني هم ولدين قاعدين في بيت واحد؟ لا 4 صبيان. 4 صبيان. 4 صبيان غير الاب. هو غير جوزها 3 صبيان، فجوزها 4 صبيان. طب حماها حاول يتواصل معاكم؟ حماها كويس معاها. من الاخر حماها كويس معاها. حماتها بس هي المشكلة. حماتها جالكوا هنا حماه؟ لا احنا رافضين الكلام ده. قلت لريهام ايه وقت الدفن؟ انت بتودعيها في اللحظات الاخيره. بقول الله يرحمك يا بنت ويسامحك. الله يرحمك ويسامحك ويقصر في عمرك ويطول في عمر بنتك. فاكرة الليلة اللي هي كانت آخر ليلة جمعتك ما بينها وما بين ريهام؟ انا ما سبتهاش دقيقه واحده. اخر وقت قبل كانت وفاتها. في طوال ال20 يوم انا ما سبتهاش كانت دقيقة واحدة. مدركة وواعية أيوة ريهام طبعا. ولا كانت في لا. غيبوبة؟ لا ما كانش في غيبوبه. كانت كنت بتتكلم بكلمها. معاك؟ بتتكلم وفاهمة كل أيوة. حاجة وحاسة كل حاجة. ايوه طبعا. ايوه بنتي كنت بكلمها. كلميني عن ألم ريهام. انا مريم ما توصفش. انا مريم ما حدش يحس بيها الا اللي هي فيه. ما حدش يقدر يحس كانوا بيها. بيقولوا إن ريهام كانت بتصرخ صرخات فظيعة في المستشفى. بنتي المسكن ما كانش بيأثر في الالم اللي هي كانت فيه. وربنا يتولى برحمته. انا دلوقتي طالبه القصاص وطالبه حق بنتي. شكرا لحضرتك. يعني معانا مشاهدينا، معانا والد عروس الغربية ريهام الشاذلي، معانا الحاج نصر الشاذلي. يعني ربنا يصبره، مش هنطيل عليه لأنه يعني في حالة لا يرثى لها. حاج نصر البقاء البقاء لله. لله. الحمد لله. ده عشت 20 يوم في حالة صعبة. 24 يوم الحمد لله. كلمني عن ال 24 يوم دول يا حاج نصر. بقيتهم في الشارع. الحمد لله. الحمد لله. ايه اللي حصل لريهام؟ ريهام كانت بتقول لك يا بابا انا عايزه افرح بجودي وتدخلها الحمد لله. حضانه. كلمت ريهام وهي في العنايه؟ ايوه كلمت. قالت لحضرتك ايه؟ ادعي لي يابا. كان عندها امل تعيش وتربي بنتها؟ نفسي كنت عايزة تشوف بنتي بس أنا ما كنتش برضه أديها. ليه؟ مش عايز بنتها تشوف. مش عايز بنتها هي تشوف بنتها وهي كده. اول ما ريهام انت رحت لها على مستشفى كفر الزيات العام مركز الحروق تحديدا، قالت لك ايه؟ احكي لي. أنا أخو جوزها هو اللي عمل كده. اخو جوزها، انت كنت ساعتها في صدمه لما انت عرفت كانوا بيقول لك بنتك اتحرقت، أنا قلت إن الفرن هي ولع حاجة فيها عادية، والكلام حاجة ده. عادية. فجيت إن مراتي بتقول لي ده أخو جوزها اللي عمل كده. كنت في صدمه ساعتها. أنا اتصدمت لأنهم أهلي. اهلك؟ أمال إيه؟ إخوالي. يعني في صله قرابه ما بين خالي إخوالي. كلك اللي هناك إخوالي. ولو هم كانوا خدوا بنتي ومشوا بيها المستشفى كنت أنا هتسامح. إنما كله واقف يتفرج عليها. أنا لو هم خدوا بنتي ومشوا بيها ودوها كنت هقول ده قضاء وقدر مفيش مشكلة. كنت هتسامح والله لو هم خدوا بنتي ومشوا بيها. سابوها هي اللي حاولت تطفي نفسها. سابوها هي لما تخلص. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولع فيها ازاي؟ كان في تنر عنده ولا هو محضره وامه سخنته. هو تقريبا شغال سواق. كلمته سخنته. جه مندفع. ده بشهادة الناس اللي هو واحد اسمه ناصر صاحب ابوه. احكي لي بقى الشهود قالوا لك ايه؟ ما قالوليش حاجة. او قالوا في التحقيقات ايه؟ ولا اعرف. هم كل اللي انا اعرفه ان ناصر قال لك ان الولد وامه دخلوا. الولد حدف الجيركن 5 لتر ولا اكتر الله اعلم ما اعرفش لان انا ما شفتش. حدفوا فيها وولع على طول. وهي حاولت تدفع بنتها على قد ما تقدر. وابوه كان واقف. يعني كان عايز يولع فيها وبنتها ايوه كمان. ده ليه مبيتها. وخلي بالك مدياله فلوس. كانت هي مدياله فلوس قبل كده. مديها لخاله. خاله اسمه رضا شلبي. مديها لخاله فلوس عشان هو يساعدوه في الزواج. يدفعوا واخدهم من اخوها سلب بدون علمي.
يعني هي واخده الفلوس من اخوها سلف. يعني كانت بتقدم لهم الخير دايما. ايوه الفلوس من بيتي انا. وغدر 30,000. بيها يعني، رغم ان هي عملت معاها كده غدر بيها. الفلوس من بيتي. كان اخوها رايح يدفعهم لعزاله، مم. قالت له طب عشان خاطري، قال لها خلاص خد. فانا بقول له يا ابني ليه كده؟ قال لي يابا ده الكلام ده بقى بعد انا مع اعلام. قال لي يابا انا اديتهم لاختي بس. قول الله وربنا يصبركم. ريهام كانت بتقول لك ايه خلال ال 24 يوم؟ وصتك على ايه؟ ادعي اللي وصتنا على بنتها. وصتنا على بنتها. موقف جوزها من اخوه من امه ايه؟ هو في الاول وفي الاخر ابنهم. هيبقى ايه؟ شهر 2 هيروح يتجوز، مفيش مشكله، هينسى الهم لاصحابه بقى. طب الطالب بايه؟ قصاص. انا ما خدتش عزا بنتي. ما خدتش لا ما عزا؟ خدتش عزا بنتي، ومش هاخده الا لما ربنا يجيب لي حق. انا ما باخدش عزا. انا ما قعدتش اصلا ولا خدت عزا. ما خدتش عزا.